السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون جماعة، نعم لاباس. ها بداو يطلقوا لكم في الجماعة. عمارة بوشكارة راه برا، علي حداد والفاميليا تاعو مامش رايحين يصادروا الأملاك نتاعهم. هذه أول نتيجة الجماعة اللي راحت فوطت، اللي قال لك نفوط بلا. الشتلة تاعك واش دارت؟ الحمد لله اللي ربي خلاكم أقلية. المرخص في الجزائر الحمد لله رب العالمين بنتوا على حقيقتكم باللي راكم أقلية. 23%، 23% فيها نصها عسكر وشرطة ودرك والمستفيدين. المرخص خلاص هذوك تاع المستفيدين من 4 دورو هنا و4 دورو لهيه. سيدي هز ما فيش. بداو يخرجوا الجماعة. اليوم خرج عمارة بوشكارة. عمارة بوشكارة راه برا يا بو نعم ويا بو لا. نروح نفوطي بلا. خرجوا. بداو يخرجوا. يا ربي. مليح هذا واش تستاهلوا يا رب، هذا واش تستاهلوا. خرجوا الكل. دوك يبداو يخرجوا. مازال زيد يعلنوا على توفيق الارهابي وليد الحرام اللي قتل 250 الف جزائري في التسعينات. هذوك زيد القديم باباه الحلوف وحنيو راكم تعرفوا البلاصه اللي كيتحنيوها. نحنيوها 23% و 23%. دوك يزيد يخرج توفيق وحنيوها. ابردوا درك. يا سيدي فوطوا. المعيشه الكحله اللي راكم عايشين فيها لا حول ولا قوه الا بالواحد الاحد. سبحان الله. قالوا نروحوا نفوطوا بلا يلعبوا عليكم العصابه ويلعبوا عليكم الذباب المستفيدين منهم الاسلاميين المذرحين، اسلاميين المرخص لحيه قدك وهو وليد الحرام كيما جاب الله. هذاك البسطاردو هذاك المرخص هذاك بسطاردو ما كان لها نترجمها بالطليانيه، خليها تقعد بالطليانيه خير. با قالوا روحوا نفوطوا بلا. نعمة من عند رب العالمين اللي خلاكم ثرجي الشرذمة تاع الصح 23% من الشعب الجزائري. الحمد لله اللي الأغلبية تاع الشعب الجزائري على باله بالملاعب تاعكم هذه. معقبوا الدستور تاعهم، الرئيس تاعهم أو يحسب في الساعات الأخيرة تاعو يطلع في الروح في الألمان ولا في فرنسا، ما يهمناش واش من بلاصة. الشعب مسكين أو في الخلا يعوم، الفقر يقطع فيه، الشر يقطع فيه. الجنرالات هم يصرفوا في 4 دورو اللي بقات هذيك في الكونت تاع الجزائر. الأحرار في السجن، وبوصباع مسكينة ويبقى غير يبرر. غير يبرر الشيء اللي تهضر له عليه يبرر لك، يلقى لك الحل. الحمد لله خلقنا ربي أحرار. الحمد لله يا رب العالمين اللي خلقنا ربي أحرار، وسنبقى أحرار حتى الموت، حتى آخر دقيقة في أعمارنا سنبقى بإذن الله أحرار، وسنقاوم العصابة حيث وجدت وحيث ما كانت. احنا في أوروبا نطاردوهم سلميا، نبقاو نطاردوا فيهم سلميا اليوم وغدوة ودائما بإذن الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا 23% يا مرخص يا طحانة يا الشرطة والدرك والقضاة الطحانين الزومل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هذا واش نقول. خليتونا عرت للجناس، الله يحرككم ويديكم ان شاء الله ربي يحرككم ويديكم. خليتونا عرت لجناس يا محمد، عرت لجناس خليتونا. وراكم رايحين بها كاش ما استفتاء دين الله يندار ب 23 سنه ب 23% يفوت. كاش ما كاينه دوله في البلاد الجنرال يروح يفوت. يعني جامي شفت انا جنرال يروح يفوت في الفوت. ما كانش، ما صرات حتى في بلاد جنرال يروح يفوت. يا دولة عسكرية 100%. وقلت لكم كاين وقت واحد المرة قلت لكم باللي دوك يعقبوا الدستور يبداو يطلقوا في الغاشي. يا ماناش قاعدين ينزل علينا الوحي.
الوحي يحبس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصح باينه عصابه ما عندهاش برنامج، عصابه مبنيه على الفساد ومبنيه على نهب المال، مبنيه على الرخص بدون مستوى. على قد ما تكون ما عندكش مستوى، على قد ما تطلع وتقوى وتولي في اعلى المناصب في الجزائر. على قد ما انت مستواك ضعيف، على قد ما تطلع في المناصب. عندنا هنايا تبهديله في العالم مدايرين هنا القنصليات تاع العصابات هنا في اوروبا، لا مستوى لهم، ما يعرفوش يكتبوا لا فرنسي لا عربيه لا قبيليه، ما يعرفوا حتى لغه. حيوانات بمعنى الكلمه، حيوانات حقيقيين. هذو دين الله، هذو تاع القنصليات يمثلوا العصابه هذيك. هذو زعما بالكش من المخيرين تاعهم اللي يحطوهم في الواجهه امام اوروبا وامام المناطق الاخرى. في وين يا اللي حاكمين البلاد؟ الداب الخوه. نحن نعاني الجهل، اقسم بالله نحن نعاني الجهل. كل ما كنت جاهل كل ما كنت سلطان في الجزائر، وكلما كنت عندك وعي سياسي ولا اي وعي اقتصادي ولا اي وعي من اشكال التي تنفع البلاد، اقسم بالله يا القهاوي ياكلك الشوماج والرخص، تقعد تعرض الناس. علاش؟ لسبب وحيد، لانك واعي وعندك في العقل. اما اذا كنت انسان غبي وجاهل وانسان تحب غير دراهم مثل الهايشه، تحب غير تاكل وتشرب وترقد كي البغل، ثم هذاك انت يا حبيب النظام الجزائري. ها نفوتوا لكم من القانون، دركا يبداو يبعثوا في الجنود، يبعثوا فيهم للنيجر والمالي باش يقويوا الجبهه الاماميه تاع فرنسا ضد الازواد. والله يا الجنود ان شاء الله يا ربي يا الحنين، ان شاء الله تروحوا المالي هذوك يهبطوا لكم السروال. الازواد هذوك رجال ما مش عندهم قضيه. هذاك تاع الازواد عنده قضيه يحارب عليها. بصح انت يا جزائري يا جندي يا رخيص، يا اللي راح تخرج تروح تحارب برا الجزائر، وشي هي الفايده تاعك؟ غير قول لنا عليها برك. وطن ولا على جال دراهم تدي الشعر، على خاطر كنكثروا يعطيوك 4 ملايين ويزيدوك 2 ملايين تاع الترونسبور. 6 ملايين واش راح دير لك يا بغل؟ 6 ملايين واش راح دير لك يا هايشه؟ ان شاء الله اللي يخرج يرجع في الصندوق يا امين يا رب العالمين. ان شاء الله الصندوق، ومن الصندوق هذاك ما يغلفوش بالعلام تاع الجزائر تاع الشهداء، ما يوسخوش الشهداء، علامه الشهداء بالمسخين هذو اللي رايحين يروحوا في يموتوا في مالي، يغطيوهم بالعلام الفرنسي. يجب ان تغطيه الجنود الجزائريين اللي يموتوا في المالي لازم يغطيوهم بالعلام الفرنسي، لانهم ماتوا من اجل فرنسا، لأنهم ماتوا من أجل أمريكا، لأنهم ماتوا من أجل القوى الخارجية. هذا هو لازم الصندوق تاع الجزائر اللي يموت في الخارج الجزائر لازم يغطيوه بالإعلام الفرنسي والإعلام الأمريكي، لأنه مرتزق ولا يدفن وما تدخلوش للجزائر. حرقوه، حرقوه والله، ديوه للشناوة، ديوه لاشين. النظام هذا فايح تاع الصح، مسخ فايح، مبني على الخنز والوسخ، فايح بأتم معنى الكلمة. واللي يخدموا معاه غير المسخين والجيعانين اللي زيو، ما عندهمش قطرة تاع حب للوطن، حب للجزائر الجريحة، الجزائر اللي راهي تسوفري، الجزائر اللي تقدر قادرة تهز 400 مليون، فيها 40 مليون يسوفريو، نصها قاعدين يهربوا، ونصها قاعدين يموتوا في البحار، ونصها في الحباس، ونصها رجعوا دي فوايوات ولاو يسرقوا ولاو يقتلوا. الخيانه، الخلاء، هذا هو المستوى اللي وصل ليه الجزائري. الجزائر بلاد قاره، الجزائر دوله، لولا هذا الشرذمه تاع الجنرالات لكانت الجزائر من اقوى الدول ومن مقدمه الدول العالميه. للأسف يحكمون شرذمة، يحكمون ناس لا مستوى لهم. شنقريحة هذاك سبحان ربي زين ما هم داير، جملة ما يعرفش يركبها أكثر مني. أنا عمري قريت، أنا لا مستوى لي، بصح خير منه. أنا خير من المخير تاع اللي في الحكومة الجزائرية، لأني أنا نحب الوطن.
بصح هما ما عندهمش حب الوطن، ليس لهم حتى علاقة بالمحبة تاع الجزائر ولا تاريخ الجزائر اللي ماتوا عليه الشهداء الأبرار. بريمي نوفمبر عدى بالطريقة هذيك الوسخة. بريمي نوفمبر دير لي فيه استفتاء تاع مرخص، سبحان رب العالمين. بريمي نوفمبر ماتوا عليه الرجال، جي دير لي عليه انت استفتاء باش تبعث الجنود يروحوا تموتوا على فرنسا. وشي هو الدرجة تاع الرخص والطحين اللي وصلوا ليه الجزائريين؟ والله غير رانا في أزمة كبيرة، أزمة رجولة عندنا في الجزائر، أصبحت عندنا أزمة رجولة حقيقية. كيف لنا أن نقبل بقانون يخلي من الجنود الجزائريين يروحوا يموتوا على جال القوى الخارجية في الخارج، والاستفتاء يكون في أول نوفمبر؟ والله يا نايا دمعة طاحت لي. كيف يتجرؤون هذا المرخص؟ ذكروني نهار دارت امريكا حكمت صدام، زعما هو المعلم تاع. انا نختلف مع صدام، هذا حكموا راحوا ذبحوه قتلوه نهار العيد، في النهار تاع العيد راحوا قتلوا فيه صدام. اللي حنايا في نهار اللي نورمالمون تقوى فيه العزيمة أكثر فأكثر لكي نقطع العلاقات مع فرنسا العدوة، تبقى عدوة دائما وإلى الأبد. علاش؟ على خاطر ما زالت هي اللي تحكم في الجزائر عن طريق الجنرالات الخونة. الجنرالات هذو 30 جنرال ولا 40 جنرال اللي خربوا مستقبل 40 مليون عايشين في غابة، عايشين في بلاد ما عندها حتى مستوى، ما عندها لا طرق لا بنيان لا شجر كلش موسخ، الزبابيل الزيقو الخرا كلش فيه هذيك البلاد. بسبب من؟ بسبب تخمة جنرالات تحكم فيهم فرنسا، وهي اللي تقول لهم على الطريقة كيف أنك تسيطر على 40 مليون. يجب تجويع يمات يمام، خلي تفقرهم، تجهلهم، لا مستوى في التربية، لا مستوى في الاقتصاد، تخليهم نهار كامل وهما يموتوا على الدورو، يموتوا على يشوفوا واحد عنده دراهم ولا عنده طوموبيل جديدة يتخلعوا، يخليهم مخلوعين. خلوه الشعب الجزائري شعب مخلوع، شعب مخلوع الا الاحرار. على الاحرار، على واحد الاحرار هذو داروا لهم السوسه، داروا لهم حجره في تحت الروض، ما خلوهمش يقدموا قدام. على هذه قاعدين يسجنوا في الاحرار. تحيا الأحرار، حي الله الأحرار، حي الله الأحرار الذين خاصة في السجون، المحقورين المظلومين. واحد كيما حداده ما راح يطلقوه، وراسي راح يهبل. انا صاي انا راه هبلت. انا حداد تطلقوه، حداد دين الله تطلقوه. اكبر بارون سراق تاع الجزائر تطلقوه. عمارة بن يونس شكارة بن يونس، هذاك وليد الحرام وليد الزايله هذاك، قال للشعب الجزائري اللي ما حبناش ينعلبوه، او سب كمر او سب الجزائر كامله سبها، تطلقوه براءة اليوم. يا قضاة الرخص، يا قضاة المطحن، يا قضاة الطحانين، يا قضاة الله يلعنكم في الدنيا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. كيف الرجولة اللي عندكم؟ هذه رجولة عندكم يا مرخص. لو كان جيت راجل وجيتوا رجالة فيكم ريحة رجال، أقسم بالله تنسحب من الجلسة. هذا اللي راح تطلق سراح واحد حطم حياة مئات العائلات بالسرقة تاعهم والخوانة بالخيانة. انتم تعاونوا، هذا النظام يعاون الخونة. هذا النظام بحاجة ماسة الى اي واحد خائن، الى اي واحد جاهل، الى اي واحد بدون مستوى. اي انسان عنده ذرة عقل يحطموه في الجزائر، يحطموه لسبب على خاطر اي واحد يحطموه. علاش؟ على خاطر عنده ذرة العقل، وذرة العقل ما تجعلك كي تعود عندك ذرة العقل ما تولي تحب البلاد، تحب الجزائر. اي واحد عنده العقل يحب الجزائر. بوتبريرة ما يحبش الجزائر، ماشي ما يحبش الجزائر، هايشه ما يعرفش حتى قسام الجزائر وانا بلاصه. هايشه بغل، قتلوه بالاوهام والوطنيه والكذب. لا ولا وطنيه لا شعر،
كش ما بقات وطنيه في الجزائر، لا بقات والو، هي طاق على من طاق، على قد ما تكون حمار على قد ما تصرف في الملايين. 40 مليون تحكمها تخمه تاع جهاله، ها 23%. سبحان ربي، كيف لي استفتاء 23% يفوتوا القوانين تاعو. راح تهبلونا كيفاش 23% يفوت القانون؟ ما صرات حتى في بلاد بهدلتو بتقسامنا، بهدلتونا بينا. ابعث الجنود بلا ما دير الاستفتاء، ابعث قسام اللي باغي يموت الله لا يرده، ابعث قسامهم وما ديرش قانون خلاص. 23% طلعت لي انا في جنرال هذاك البولودنين هذاك تاع شنقريحه الطحان هذاك المرخص شبه الحلوف حاشا خلقة الرحمن، هذاك نعت لي تايا فيه رايح لابس كوستيم. كيفاش جينيرال يلبس كوستيم ويروح يفوطي؟ يعني مش حتى في بلاد هذه كيفاش جينيرال يفوطي؟ لا ما عندهمش الحق، ليس لهم اي حق باش يروحوا يفوطيو. عيب والله عيب، بهدلتوا قسامنا يا جهله يا شرذمه. ما لقيت واش راح نقول والله، خلصت لي الهضره. السلام عليكم خاوتي، السلام عليكم.